السلام الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكل متابع جديد. واحد الصحفي كيتم الاعتداء عليه من طرف مراه. يعني تخيلوا معايا ان مراه غادي تشنق على واحد الصحفي اللي كيدير المهنه ديالو. شوفوا كيفاش غادي دير له. يلا شوفوا. مشاهدين غادي هذا البث المباشر. السيده كتجرو بحجه انه ما عندوش حق يصور، جرت احد الزملاء ديالنا هو صحفي كتقول له ما بحقكش يمكن ما محقوش يصور، ولكن ما تشرقيش عليه بداك الطريقه ومدخلها للدار، باغا تدخلو لداخل باش تقول لهم هاد السيد راه دخل عليا ولا دار لي شي حاجه. يعني راه باش تعرفوا راه كاين شي عيالات لا اله الا الله محمد رسول الله راه مساخيط. ولا هاد السيده هادي بعدا ماشي راه كتمنعهم من التصوير وجرات الصحه امام الكاميرات. اذا بحجه منع انه ما يصورش هذه المواطنه اللي كتشكى من هدم ديال المنزل ديالها. شنو وقع لهم ولا سيدي؟ يعني هادشي خطير خطير. يعني كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام بغات تقحم المنزل ديالو، كتشاهدوا معنا يعني على المهم ما عندهاش الحق انها تجر كتشوفوا هي ما غاديش تقول لهم راه ما بغيتوش يصور ولا شي، تقول لهم دخل عليا ولا شي حاجه. يعني هاد السيده هادي راه راجل وما يديرش هاد الشيء، والله راجل وما تلقاش هاد القوه هادي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني السيد ما ضربها، ما تعدى عليها، ما حتى شي حاجه. السيد كيصور كيدير الخدمه ديالو فقط. الا كان عندك شي مشكل معاه راه كاين الشرطه، نعيطوا على الشرطه. هاد السيد هذا كيدير شنو كيدير. الا كان ماشي من حقه داك الساعه هما غيقرروا واش من حقه ولا ماشي من حقه. ولكن انت باش تجريه بهاد الطريقه هذه. ولكن الصراحه برافو على الصحفي اللي معاه اللي كيوثق وغادي يفضحها. وكنتمناو انها تعاقب هاد السيده هذه، لان راه كيف ما دير لهذا الصحفي تقدر دير لاي شخص. اي شخص ما عجبهاش في التصرف ديالو، ولا هي كيبان لها التصرف ديالو خطا، دير له بحال هكا. لا حول ولا قوه الا بالله. مازال تكون هي مراه ولا شي حاجه راه شويه، ولكن باش تنقي على راجل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. المهم نتوما شنو بالكم؟ مشاهدينا الكرام اذا تحاول لو قدر الله حنا كنا غنتعرضوا لنفس المشكل. لو قدر الله اننا كنا نتعرضوا لنفس المشكل. والفيديو كاين كتقول له انت اللي دخلتي لهنايا كتدخل. مشاهدينا الكرام مشاهدين ديال افاده نيوز اننا صورنا ومهرس ديال هذه المواطنه ومهرس. ما هاد البلاصه ما عرفتش انا هاد البلاصه فين. والسيد مسكين مهرس من يديه وجالسه تجر فيه وتجرجرو وطيحو في الارض وباغا تدخلو وباغا تسد الباب. هو كيصور يمكن بان لي بحال داكشي ديال الرياب، بحال شي حاجه داكشي ديال الرياب. يعني كيصور كيدير الخدمه ديالو. الهدم ديالها من طرف احد يعني المقاولين. لان هذه السيده المسؤوله على هذا البروجي هذا اللي مراقبه هذا البروجي كتمنعوا، كتقول لكم ما عندكمش حق تصوروا معاها، ما عندكمش حق انكم تدخلوا في الموضوع. اذا المواطنه كتستغث برجال الصحافه، فاذا بواحد المسؤولين على هذا البروجي اللي كتعمل مع هذا السيد هذا كتعرض عليه كما كتشوفوا في المباشر. ما كتحشم ما كتسكيها. يعني ماشي شافتو كيصور وكتحبس ولا تقول الله ينعل الشيطان، لا شداتو عندها. يعني شوفوا هاد شوف باغا تطلعوا للدار. مشاهدينا الكرام صور انا خايفه منك، راه انت تهجم عليا الوصف. انت جريتيه ما تهجمش عليك، انت اللي جريتيه وانت اللي خديتي ليه البونيطه ديالو. انا واحد شتو هي اللي دخلاتو وكتقول لهم دخل عليا. يعني نفس داك الكلام اللي قلت لكم. يعني السيده شو مسكين ومهرس من يديه. ولي باش اللي خلانا ندير لك بحال هذه وتكرفس عليك. الله سبحانه وتعالى فما بحالكم انتم شفتوا كل شيء. امر خطير. يعني كرجال اعلام زعما راك انت اللي دخلتي. السيده شانقه عليه ومتعديه عليه، وفي التالي لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى هاد السيده هذه تبارطاج هذا الفيديو هذا باش تاخذ العقاب ديالها. يعني ما يمكنش انت غادي تعدي على صحفي وتمرمديه، لانه عطيونا خوتي الاراء ديالكم في التعاليق في هذا الصحفي هذا اللي شنشراتو هذه المراه هذه اللي مسكين مريض ومهرس من يديه وكتعدى عليه. كيفاش غادي يشوفوا الوليدات ديالو، الزوجه ديالو، العائله ديالو، المهمه ديالو غادي تشوفوا في هذه الحاله هذه، لانه كيدير الخدمه ديالو الوظيفه ديالو. يعني الصحافه راه واحد المهنه كيكونوا في اصعب اللحظات، في الفيضانات، في الا كانت شي كارثه كتلقاهم مساكن هما الاولى، وتجي نتيا طيحي به وراجل
حشومه حشومه. يلا خوتي عطوني الاراء ديالكم في التعليق، ما تنسوش الاشتراك في القناه باش توصلكم كل جديد مفيد باذن الله. وتهلاو في راسكم.